أنا دمي نشف وبترعش وكنت بموت في جلدي. احنا اسفين قوي، اسفين جدا. شفت يا بابا، مش قلت لك متعب مش ناوي على خير. متعب؟ وده متعب ابن عمك اللي كان ضرب عليا نار؟ هو يا عمر عيل طايش كل همه يتجوز لمار، يعرفش يتكلم الا بالدم. هو اللي ما يعرفش اللي هيتكلم الا بالدم ده اللي هو اللي اتضرب عليك نار؟ هو يا حبيبتي. هو يا حبيبتي؟ ايه البساطة اللي انت فيها دي؟ وما بلغتش عنه ليه عشان توديه في 60 داهية؟ فيها انا برضه اعمل كده. ايوه تعمل كده. ازاي؟ ده راجل طيب وابن اصول. شكرا يا عم الشيخ. الحمد لله. بس انا مش هسكت بعد اللي عمله النهارده، مش هسكت. متعب ما يقدرش يهوب هنا، الرجاله كلها واقفه له وانا اولهم. ايه يا شيخ يا عرفان؟ ما تيجي نخلع بجلدنا، مفيش داعي من الجوازة دي يا اخويا، انا مش مستغنية عنك، ابوس ايدك. في ايه يا تينا؟ في ايه؟ هنخاف. شيخ يا عرفان، انا جيت لك لحد هنا علشان طالب ايد بنتك لمار، ولو قابلني حط ايدك في ايدي. الله يبارك فيك يا تينا، ربنا يخليك، الله يبارك فيك يا حبيبتي. قلت ايه يا شيخ عرفان؟ انت كل يوم بتكبر في نظري. ايش قولك يا عروسه؟ قولك يا ابويا الشيخ عرفان. يا راضي امرك يا شيخ. دقوا الطبول. حول ولا قوة الا طبول ليه؟ هتعلنوا الحرب؟ بالله. لا ده بيتخن صوته عشان متعب، بيخاف لو قريب ولا. بارك الله فيك. انت بتقولي حاجه يا ست هانم؟ قولي له بقى، قولي له كنت بتقولي ايه؟ كانت بتقول ما شاء الله قاعده جميله والعروسه يعني والاستاذ سراق هيجنن ما شاء الله. لا انا بقول ولا حاجه، انا بس كنت بقول يعني اني اخته وعمه مش لازم برضو يفرحوا في ليله عظيمه زي اللي احنا فيها دي. الكل هيفرح بالعروسين في مصر، انما الليله ليلتنا، لازم نفرح والبلد كلها تفرح لاجل ما نسد الطريق على متعب وشره. يلا يا راضي دقوا الطبول. اتفضل اتفضل اتفضل. تاني طبول دي جاهزين يا شيخ وهتبقى احلى ليله زي الفل ان شاء الله. مش داخلين غزوه، لازم طبعا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا بنتي. مش تبوسي العروسه؟ لما يدق الطبول. بقول لك ايه يا ربيع، مش عايزاك تطبطب عليها زي كل مره. البنت زمامها فالت ولازم لها رابط. انا بقول لك اهو. ارحمي نفسك شويه وحاولي تفتكري انك ام. اهي طيبتك دي هي اللي مخليها عامله فينا كده. بنتك بتمر بازمه نفسيه ولازم تقفي جنبيها. وانت بتمر باخطر مرحله في حياتك، لازم تركز فيها. دي فرصه يا ربيع ومش هتتكرر. فرصه ايه؟ انا بكلمك عن بنتك. وانا بكلمك عن اخطر مرحله في حياتك، لازم تدخل الانتخابات وتنجح كمان. الله يقطع على السياسه واللي عاملاها فينا السياسه. السياسه دي اللي مش عاجباك يا حبيبي، مخلياك نجم مجتمع وبطل قومي الناس مستنياه. حتى لو كان على حساب بنتك. حتى لو كان على حسابي انا شخصيا. يا شيخه ده انت فظيعه قوي. اوعي كده. فوفا فوفا. ربيع ربيع. غبي. الله. فوفا ميار الحقيني يا ميار. ايه؟ فوفا مغمى عليها الحقيني. تعالي تعالي شيلي معايا على السرير. حبيبتي. في ايه مالكم؟ انت اللي فيه ايه؟ وقعتي قلبنا. كان مغمى عليك يا حبيبتي. مش عارفه، دماغي لفت ما حسيتش بالدنيا انت وقعت. كلمي دكتور. بس نفوقها الاول. دكتور ايه دلوقتي؟ هو ايه الواحد ما يعرفش يعتمد عليكي في اي حاجه؟ انت كل حاجه ترميها عليا. يا جماعه مش عايزه دكاتره، انا كويسه خلاص. خلاص بقت كويسه، ما تفولش على البنت. طب بس على شرط مفيش خروج النهارده. مش هخرج، انا هنام، عايزه انام. يلا يا ربيع حبيبتي. يلا سيبها تستريح. باي باي. نامي نامي وارتاحي، مش عايزه اي حاجه. عايزه انام بس يا بابي، سيبني خلي انام. بالك من نفسك.
اهو انت كده بقى حطيتي رجلك في عش الدبابير. وطي صوتك يا عم ايوب، هتفضحنا ولا ايه؟ يا بنت انا خايف عليكي، هيأذوكي ده ناس مفتريين. اديني فشيت غلي وخدت لك بطارك. يا بنت انت ايه قلبك ده حجر صوان، ما تهابيش حاجه بدن. ويهاب من ايه يا حسره وهو ميت من زمان. مش هيسيبوكي، ربك ما بيسيبش حد، واديني متشعلقه في رحمته، يمكن يتوب عليا من الهم ده. انت مريضه انت بت في ايه؟ يو تعالى هنا يا بت. مالك يا اخويا دخل بزعبيبك كده ليه؟ قال لك صحيح اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه يا خلوص؟ الاستاذ الافندي نيازي اتفور الحكومه عكشته. راجل ديله نجس واخرته لازم تبقى كده. يبقى انت صحيح اللي عملتيها واللي سمعته بحقي وحقيقي، فورت الراجل وطيرت لنا السبوبه. هو انت يا اخويا ما بتسمعش سبابيب؟ ما تحل عني بقى. الله 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 ده يا بت ده نيو لانجوج ولا ايه؟ يا ابني طول بالك عليها شويه. رايح حتى اعمل حاج انت جوه اوفر اساسا. خلينا نشوف نظام الست باريزه ايه. نظام ولا ديول ويا خلوصي، واعمل لك ازمه في ليلتك دي. انت بتشوحيني يا بت. واضرب في زماره رقبتك كمان. انت يا اخي اشتريتني. اشتريتك يا روح امك ودفعت حقك مقدم ولا نسيتي؟ عايزك يا خلوصي. عايزك تفيقي كده يا روح امك لنفسك وتعرفي انت ايه. يا ابني استهدى بالله كده، ما تخليش الشيطان يخش بنات. بقول لك ايه يا عم الحاج، الشيطان عامل معايا يا ابو ايه، ولو احتجتك حاجه رنلي. ريح انت بقى. بالراحه بالراحه يا راجل يا خلوص. طب بص بقى بنادي بالراحه يا روح امك، لو ما تلمتيش لاكون مشرحك بالمطوه اللطيفه دي ومعلقك على باب الجراج ده زي الذبيحه. يوه وانا كنت عملت لك ايه بس يا خلوصي عشان كل ده؟ ايوه تعالي لي كده في الناعم. يلا بقى يا روح امك قومي عندنا شغل ياما. انت بص لي كده يا بت، صوريني يا بت صوريني وعلقيني برواز من حواجبك. معلش يا بنتي، روحي شوفي شغلك. حاضر اديني جايه يا سي خلوص. مش هنتبطر على اكل عيش ده حتى يبقى حرام. يلا يا اختي. ربنا ما يجعلنا رفاصين النعمه. ايوه جيم اوفر اخويا. ملعونه دي لقمه، ملعونه والله. وجارت اللي من سني جايه وتشتكي مني، جارت اللي من سني جايه وتشتكي مني، وتقول يا هلا الله حوشوا الصبي عني يابا، حوشوا الصبي عني. جارت اللي من سني جارت اللي من سني جايه وتشتكي مني، وتقول يا هلا الله حوشوا الصبي عني. ارتحت من التفكير عليها كيف